من كام يوم كنت قاعد مع واحد صاحبي وسألني وقال لي هو انا لو عايز اتعلم برمجة ابدأ بالخوارزميات ولا اتعلم لغة برمجة الاول؟ وايه هي الخوارزميات؟ وايه الفرق ما بينها؟ وايه فايدتها بالظبط في البرمجة؟ وهل لازم تفهمها عشان تتعلم برمجة؟ اهلا بيك في قناة سودو كود. لو عايز تتعلم برمجة بطريقة بسيطة وسهلة اشترك في القناة. الخوارزميات موجودة حوالينا في كل حتة، الطبخ خوارزميات، التمرين خوارزميات، عشان تروح مشوار خوارزميات، ده حتى عشان تقوم تغسل وشك خوارزميات وانت بتشتري خوارزميات. لان الكتب والكورسات بمختلف انواعها تعتبر عن ناس وصلت لخوارزميه حلوه فبتبيعها. اول واحد بدا موضوع الخوارزميات ده كان محمد بن موسى الخوارزمي، بس اول خوارزميه اتحطت على جهاز كانت سنه 1843 اللي كانت عاملاها كانت ايدا لوفليس. عارف مين ايدا لوفليس؟ ايدا لوفليس دي كانت بنت اللورد بايرون. ايدا كانت كاتبه واللورد بايرون برضو كان كاتب، بس هي فوق حبها للكتابه ده كانت شغوفه جدا بالرياضه ونجحت ما تسالنيش ازاي في الاثنين. عموما ايدا اتعرفت على واحد اسمه تشارلز بيكينج، وده المفروض ان هو ابو الكمبيوتر. هو اخترع آلة وسماها الاناليتيكال ماشين. امال هي عملت ايه؟ هي عملت فورمولا بتتعامل مع تسلسل معقد من الاعداد. الفورمولا اللي هي عملتها دي بقى تعتبر اول خوارزميه اتحطت على جهاز في التاريخ. وايدا كانت شايفه ان الكمبيوتر ممكن يتطور اكتر ويعمل حاجات معقده اكتر بكتير من ان هو يعمل حسابات بس، ولكن للاسف ما لحقتش وتوفت قبل ما حتى يخلص شغل على الاناليتيكال ماشين. من الحسد طبعا. لو انت ناوي تروح لندن يبقى روح بص عليها في متحف العلم، هتلاقيها هناك. مش ايدا لوفلس، الاناليتيكال ماشين. اصحى. نرجع للخوارزميات. الخوارزميات هي بكل بساطه ان انت عندك مشكله فبتحاول تلاقي احسن حل ليها. خطواتك عشان تحلها هي دي الخوارزميات. يعني لو انت مثلا عايز تشتري كنز فانت قدامك اكتر من حل المشكله دي. انت ممكن تنزل تشتريه من الكشك اللي تحت بيتك، ممكن تمشي شارعين وهتلاقي كشك تاني، او ممكن توسع من ده كله وتشتريه اونلاين. شوف انت محتاج كام خطوه في كل طريقه من دول، والطريقه اللي عاد خطواتها اقل هي دي احسن حل. بس الكمبيوتر ليه بيحتاج اساسا ان انت تديله احسن حل، مش تديله اي حل وخلاص. نقطه، الكمبيوتر غبي. غبي. فعشان مثلا تخلي الروبوت يقوم يفتح الباب لما يخبط، هتقول له لو الباب خبط امشي لحد الباب، لو لقيت الارض غير مستويه امشي بطريقه معينه، اوصل للباب افتح، لو لقيت حد دخله، لو ما لقيتش حد اقفل الباب تاني وارجع لمكانك. محتاج حرفيا تقول له في كل لحظه هيعمل ايه، لان لو انت ما قلتلوش هيقف لا حول له ولا قوه. اشمعنى هتختار اللي عدد خطواتها اقل؟ بكل بساطه الكمبيوتر بينفذ الاوامر دي واحده ورا الثانيه. انت عملت خوارزميه فيها 6 خطوات فالكمبيوتر هينفذها من 1 ل6 بالترتيب. بس لو عملت خوارزميه تانية 3 خطوات بس هيحتاج نص المده بس عشان يوصل لنفس النتيجه. بعد لما تكتب ايه الخطوات اللي الكمبيوتر محتاج يعملها، ابدا شوف ايه الاكواد اللي انت هتكتبها عشان الكمبيوتر ينفذ الخطوات دي. لو انا دلوقتي عايز الكمبيوتر يقول لي مين عمره اكبر، محمد ولا احمد، هقول له اطلب عمر احمد واطلب عمر محمد. بعد كده شوف انه رقم اكبر. لو رقم محمد اكبر يبقى محمد اكبر، لو رقم احمد اكبر يبقى احمد اكبر. الاتنين قد بعض، اكتب الاتنين قد بعض. خدت بالك من حاجه؟ انا عمال بقول له اكتب، اطلب، عباره عن اوامر، والاوامر هي بفانكشن. بس خلينا ناخد خوارزميه اعقد شويه، وهي خوارزميه بحث جوجل. دلوقتي عشان تخلي الكمبيوتر يدور على معلومه وسط معلومات كتير، يبدا ان هو يدور فيها معلومه لحد ما يوصل للمعلومه اللي انت بتدور عليها، ودي بيكون اسمها لينير في الترتيب يعني. بس افرض دي كانت اخر معلومه في الترتيب، ففي الحاله ديت هتستناه كتير قوي لحد ما يبص عليهم كلهم. وتخيل لو كانوا 100 معلومه مثلا، عدد الخطوات وقتها ممكن يوصل ل 100 خطوه. طبعا عارف ان ده ما ياكلش معانا. الكمبيوتر بيشوف المعلومات ازاي اساسا؟ مش كده، لا كده. وعشان يشوفهم لازم يقلب كل واحده يشوف هي دي المعلومه اللي بيدور عليها ولا لا. بعد كده يخش على اللي بعدها. ايه الخوارزميه الثانيه اللي انت ممكن تستعملها؟ ودي في حاله ان هم مترتبين. دلوقتي انا لو عايز ادور على الرقم 5 مثلا وسط الارقام دي كلها، في اكتر من طريقه. بس دلوقتي الكمبيوتر دخل لقى 10 خانات قدامه كل واحده فيها رقم. هقول له نط في النص، لو لقيت الرقم اللي انت وقفت عليه 5 يبقى خير وبركه. لو الرقم اصغر من 5 فهلغي كل الارقام اللي قبله
لان اكيد الخمسه بعده، وهرجع نقطه تاني في النص. لو لقيت الرقم اللي انا وقفت عليه 5 يبقى كده تمام انا وصلت، لو لا اشوف الرقم اللي انا واقف عليه، لو طلع اكبر من 5 فساعتها هلغي كل الارقام اللي بعده لان الخمسه اكيد قبله، وارجع انط في النص تاني وهكذا. بس خدت بالك من حاجه، ان كل مره لما بنقف على رقم غلط بنحذف تقريبا نص عدد الارقام، وكل مره بشيل نص المشكله وبقلل عدد الاحتمالات. فكده انا وصلت للرقم في 3 خطوات بس. عرفت ليه دلوقتي التواريخ والتصنيفات مهمه بالنسبه للمواقع؟ فاعتبر دايما ان الخوارزميه هي الصندوق اللي انت بتحط فيه المشكله من هنا ويطلع لك حل من الناحيه الثانيه. انت قبل كده سمعت ولو حتى على خفيف ان البرمجه محتاجه رياضه. شايف الخوارزميه اللي احنا لسه متكلمين عليها من شويه؟ قبل ما تتحط في جوجل وقبل ما تتحط على الكمبيوتر اساسا كانت عباره عن معادله رياضيه. عشان كده هتلاقي الناس اللي بتقولك اتعلم رياضه عشان تطلع بحلول جديده وطرق جديده للحل. فانت بتاخد حل معادله رياضيه معينه بتحولها لخطوات وتكتب الخطوات دي باوامر اي لغه انت بتستعملها. بس هل ده اللي بيحصل؟ لا، انت كل اللي بتعمله ان انت بتاخد الخطوات على طول كده تكتبها بلغه برمجه في حد قبلك عمل لها خطوات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا على لايك وتشتركوا في القناه عشان تتابعوا كل جديد، وشاركوا الفيديو مع اكبر عدد من الناس عشان الكل يستفيد. سلام.